السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة، ظاهرة أنا بسمعها كتير، بس أنا بعذر فيها الناس. يعني هي ظاهرة انتشرت في مصر فعلا وبعذر فيها الناس. فأنا بتكلم، كان ممكن أتكلم وأنت بتشوفني كده في الكاميرا، لكن أنا دايما بتكلم وفي نجاح. يعني بسجل لك النجاح، بسجل لك النجاح اللي احنا فيه والثروة الزراعية اللي ناجحة بطفرة رهيبة. فأنا بقدم لك فيديو وبكلمك منها برضو، انت شوف انت بتتعامل مع مين، او انت الفترة اللي جاية تتعامل مع مين، او تنفذ ايه. كل ده انا هقوله لك في الفيديو ده. ايه الظاهرة عم رامي؟ الظاهرة حاليا اللي ظاهرة في مصر والناس معذورة في الفترة اللي فاتت وابتدت الناس تاخد بالها منها دلوقتي، وكويس ان بدأت الناس تاخد منها. ظاهرة النصب. بمعنى انا جالي كذا مكالمة، ناس من بره بتكلمني، في ساعات بيكلمني: طب الصور اللي انت بتعرضها دي يا باشمهندس حقيقية؟ طب آه الناس برضو بحس في بعض الاشخاص اللي بتتكلم معايا في قلق، وده عنده حق. ليه؟ بسبب ظاهرة النصب اللي احنا بنشوفها، اللي ناس تصور لك مزرعة او تصور لك مكان وتروح تبص تلاقيه مكان مختلف تاني. وده انا حصلت معايا انا شخصيا، يعني انا شخصيا حصل معايا الموضوع ده. فانا باكد لك، انا بكون متقبل كده، لكن بزعل من ايه؟ ان انت المفروض قبل ما تكلمني ما تقوليش اللفظين دول او الكلمتين دول، اسال واحد واثنين وثلاثه عني. انا بقول يا جماعه مقر طريق مؤسس اسكندريه الصحراوي، بدل المزرعه 7 8 مزارع. انا باجي انزلك مزرعتي، انزلك مكاني، مش باجي اخدك في واصور لك اماكن. انا بصور لك مزارع، انا مش بصور لك مشاتل، انا بصور لك مزارع اللي بتنتج. يعني انت لو طلبت مزرعتي اقول لك سوري ده بتاعتي خاصه بيا. طلبت انتاج اقول لك سوري. يعني في ناس عاوز اقول لك على حاجه بتتصل بيا على انتاج، اقول لهم محجوز، انتاجي كله محجوز. للاسف هو محجوز فعلا والله، بضطر اوديه لاي حد. ف احنا بنتعامل وعايزين نتعاون مع الناس انها تنجح. انت لو نجحت والله انت ما هتفيدني، بس انا هكون مبسوط ليك. مش هتفيدني ماديا، نجاحك مش هيفيدني ماديا، بس انا هكون مبسوط ليك. ان فشلت هزعل عليك، بس مش هتضرني ماديا برضو. اذا انا في كلتا الحالات انا بعمل الحلال والحرام لنفسي انا شخصيا. يبقى انا بدور على الحلال، ان انا اكسب من وراك حلال، وفي نفس الوقت ما ضركش، افيدك. انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تنجح. انت مزعلش مني، انت هتزرع تين شوك وهتبقى منافس ليا. انت هتزرع تين وهتنافسني في السوق، هتنافسني في الانتاج. عمرك شفت حد بيعمل لنفسه منافسين؟ انا بعمل لنفسي منافسين. انا عايز اقول لك، انا قعدت في بدايه انتشاري في التين الشوك ده وبخلي الناس تعرف. على فكره اكتر شخص عرف الناس بالتين الشوكي العبد لله. مش بشكر في نفسي، بس بقول لك اكتر شخص نشر فكره التين الشوكي بالطريقه الحديثه، بالفيديوهات، بالتصوير، العبد لله. انا اتهاجمت مهاجمات رهيبه، اقسم بالله، من اصحاب مزارع: غلط اللي انت بتعمله ده، غلط. الناس عايزه تسيطر على السوق، الناس عايزه تحتكر السوق، عايزه هي اللي تكسب. انا بقول لك انت لو زرعت تين شوك الصبح هتنافسني والله في الانتاج، والله هتنافس منك. عايز حاجه بعد كده؟ بس الرزق ده بتاع ربنا، كل واحد ورزقه. انا ليا رزق محدد، والحمد لله. الواحد يعني من ضمن نعم ربنا علينا تجاره متظبطه واماكنه وشغله بروح عليهم. يعني التجار الجديده اللي بتيجي ما بلاقيلهاش والله، وديته عند حد خد ما لقاش، خلاص مقطوع منه نصيب. وكميه تجار السنه دي مش لاقي تين شوكي، بسبب ان التين شوكي بينحجز قبل الحصاد بشهرين، بينحجز قبل الميعاد بشهرين. عشان الفكره اللي بوصل للناس: التين شوكي يا جماعه احنا عندنا بينحجز قبل الميعاد بشهرين. في ناس بتدفع عربين، وناس بتدفع كاش، وناس كل ده، يعني كل ده وارد. فانا يا سيدي انا بقول لك، انا راجل بتعامل معاك ان انا عايزك تنجح، عايز اشوف انت ناجح. الناس بشوف ناس كتير بتنضر. ايه اللي انا بستفاده؟ فيديو وانت بتشاهد، وده بشاهد وده بشاهد، فهتلاقيني انا مساعد ليك، مجرد بحطك على الطريق الصح. انت بقى اشتغل. انا لا هروح افلح في مزرعتك،
ولا هروح احط لك كيماوي ولا هروح اديك فلوس. انا بقول لك اعمل كذا كذا واشتغل عليه. عندك ارض زراعيه وارض صحراويه وفاضيه، اشتغل عليها، ما تقعدش. ازرع اللي يمشي مع ظروفك ومع الوقت الحالي اللي احنا فيه مع تكاليفه. احنا زارعين تين اعمار 30 سنه في اراضي بفلوس، اراضي بملايين وزارعين فيها تين شوكي. اللي ما بيكسبش مش هنزرعوه. فانا بحطك على الطريق. ما تجيش انت بقى تكون حد بقى آه بينصب تقول طب انت والنبي متاكد من الفيديوهات اللي انت بتعملها؟ طب كذا. وبرضه بمناسبه مشروع المنيا اللي بتكلم فيه، انا بقول لك انا راجل شفت ناس محترمه، مجموعه ناس محترمه عامله اوراق قانونيه مع الدوله، بتاسس مشروع محترم بدلك عليه. انا لا دافع فيه فلوس ولا غيره، انا مجرد مساعد لنجاح المشروع. انت طالب حته ارض، انا بقول لك على الناس المحترمه، على حته الارض مزروعه تين شوكي، على نسبه الملوحه. الملوحه هناك حوالي اقصى حاجه 700 في المكان ده، من 400 ل 700 اقصى حاجه هناك. الناس موصله الكهرباء. انا بقدم لك اللي يناسبك والتسهيلات. يعني الناس حتى بتشور عليا في التسهيلات لناس، عشان في حكم ناس بتطلب اراضي كتير وبتكلمني، وناس خدت والحمد لله. ما فيش واحد اتصل عليه ورفع تليفونه وقال لي انا انظلمت، او الحمد لله. يعني اللي بياخد بيقول كل الامور متيسره الحمد لله. فانا بقدم لك الحاجه المتاحه ليك. لو انا بجري بقى على بيع اراضي والظلم والكلام ده، الاراضي كتير عندي، اراضي كتير. ونعمل قناه ولا ببيع الحته الفلانيه والحته الفلانيه وعرض، مش بخسر حاجه. ما انا بعمل عروض اهي وبعمل فيديوهات للتين الشوكي. هاخد من وراك فلوس بس انا مش مستني واحد يرفع تليفون عليا. انا راجل ليا شغلي وليا سمعتي، مش عايز حد يرفع عليا تليفون انت ضرتني او اذيتني. مش عايز اطول عليكم في الفيديو. نقي الناس اللي انت بتتعامل معاها، هيفرق معاك كتير جدا وهيساعدك. فتلاقي الدنيا بتتسهل معاك، هتكون امورك تمام. طبعا انا لسه ما صورتلكمش انتاج، لان انا بحكم عندي شويه مشاغل ما بحضرش الجمع الصبح ولا بحضر الجمع بالليل، لان مفيش جمع بالليل دلوقتي. ليه؟ لان التين خفيف. ما تبصش لده، ده الصبح بينخرط، يعني الصبح ما بياخدش حاجه، العماله بتنزل على طول. فان شاء الله فيديوهات الجمع هتلاقوها الفتره اللي جايه دي كلها. الاسعار دلوقتي بمناسبه الاسعار، التين الشوك يعني العداد دلوقتي ماشيه في حدود 160 جنيه. الكبيره اللي هي وزن 15 كيلو ماشيه 240 جنيه. اللي هي وزن 9 كيلو ماشيه 160 جنيه. بالنسبه هنا لتن هنا الموجود حاليا. يا رب تستفيدوا من اللي احنا بنقدمه، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.